عشرة كام سنة جواز وعشرة خلفت 3 عيال مش عليه عارفة يتبرع عليه بكيس دم. قاعد عايز يمضيني على ورق فاضي، بيقول لي هجيب لك راجل يقلعك هدومك هطلعك بمحضر شرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحكاية بحذافيرها. أولا نصلي بينا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الدكتورة اللي قدامنا دي اسمها دكتورة عزة. دكتورة عزة بتحكي مشكلتها وعايزة الناس كلها تعرف مشكلتها وتعرف اللي حصل معاها. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من الناس علشان نشوف احنا ممكن نحل لدكتورة عزة مشكلتها ازاي او ممكن نساعدها ازاي. بس انا تعليقي الوحيد عن الفيديو اللي انتوا هتشوفوه النهارده هي اي واحده عايزه تنفصل عن زوجها لازم يبقى في ضرب ومهانه وذل بالطريقه دي، لازم يبقى يحصل فضيحه كبيره او كارثه، لازم تتضرب، لازم تتقتل، لازم تترمى من البلكونه، لازم يحصل فيها اي مشكله. مفيش اتنين ينفصلوا عن بعض الا وزوجها يهينها ويذلها بالشكل ده. انت بتستقوى عليها عشان هي واحده ست، انت بتقهرها عشان هي واحده ست. طب انت ما راعيتش العشره، ما راعيتش ال3 اولاد اللي بينكم، ما تعرفش ان كل قوي في اللي اقوى منه، وكل الذل اللي انت ذلته لها والقهر ده هيتردلك بشكل او باخر. تعالوا معنا نشوف الفيديو. ساعة طلعت عند الشقة لقيت المفتاح ولا بيلف يمين ولا شمال، فنزلت تحت اللي بتوع السوبر ماركتس وكده، قلت لهم انا عايزه حد يجيب لي نجار بوظ الكالون بتاع الشقه ومش عارفه ادخل خالص. الناس قالوا لي معلش يا دكتوره وهنجيب لك نجار، وراحوا فعلا اتفقوا لي مع نجار، يعني حد من الناس بتوع السوبر ماركتس اتصل بنجار. بس في واحد كده في الشارع قال لي يا دكتوره جربي كمان مره وشوفي كده هيفتح ولا لا. المهم طلعت عشان خاطر اجرب كمان مره. بنزول الحمايه راح نزل مسك ماسوره حديد، فضل يخوفني بيها، يقول لي هضربك وادفنك مكانك، واقف مكان ما فيهوش كاميرا. بعدين جاي يهجم عليا وانا اللي واقفه قدام الكاميرا. وقتها فتحت باب العماره وصوت، الناس اللي في الشارع جم يدخلوا، قعد يقول لهم محدش عمل لها حاجه، دي مجنونه، دي مريضه نفسيا، الكاميرا صورتك وانت بتصوتي لوحدك يا مريضه نفسيا، هوديكي مصحه نفسيه مجنونه، شرف امك لو امك عندها شرف اصلا لا ادفنك هنا. وراح ساعتها بقى ابنه نازل اللي هو يعني المفروض ابو ولادي، يعني قعد يقول لي ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده، احنا هنوريكي ونوديكي مصحه نفسيه. ونزل اخوه اللي في سنه 5 طب برضو اسكندريه، برضو جامعه اسكندريه، قعد يقول لي كاميرا صورتك وانت بتصوتي لوحدك، احنا هنوديكي مصحه نفسيه يا مجنونه. وحمايه قعد يقول للناس كل الناس اللي دخلوا حاولوا ان هم يحوشوا، قعد يقول لهم انا هعمل لكم محضر بالسرقه انكم دخلتوا العماره وسرقتوا شقه من العماره، الكاميرا مصوراكم وانتوا داخلين بيتي. ومسك اللي هي الماسوره الحديد دي وطلع يجري ورا الناس لحد ما طلعهم بره البيت. فضلت واقفه خايفه مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اتصرف ازاي. وهو اصلا اخد مني الولاد اول ما جيت وطلعهم لمامته 3 عيال. امشي خلاص ولا اعمل ايه بالظبط؟ بعدين اتصلت بالمحامي قال لي اطلعي واتصلي بالشرطه لو عمل فيكي اي حاجه. المهم ان انا طلعت شقتي بعديها لما جه النجار. قبليها وانا واقفه في الشارع مستنيه النجار لما يجي اتصلت بالدكتور عنده في القسم، المفروض ان هو كان بيدخل للصلح، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ربنا ينتقم منه دنيا واخره. قعد يقول لي ما انا هكلمه ومش عارف ايه وبتاع ايه وكده، ما اعرفش بقى هو كان مظبط معايا اللي هيعمله فيا ده ولا ايه بالظبط، بس الراجل ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لما جه النجار طلعت الشقه معاه، اول ما دخلنا الشقه على طول النجار اللي بيقول له فين الطبله اللي هتركبها، مطلع اللي هي طبله بمفتاح واحد. قلت له لا لو سمحت لو هتركب طبله يبقى ليها مفتاحين. انا كنت خايفه جدا ان مجرد دخولي الشقه معاه ده كده انا خلاص، لو ركب الطبله بمفتاح واحد انا كده خلاص هتحبس. قال لي النجار خلاص يمشي وراح مركبها هو. عامله ترباس كده على باب الشقه لانه كان بيدخل يضربني وكان بيخش يشتمني في الفتره اللي قبل المشكله الاخيره ديت، يعني قبل يوم الحادثه. مسك الترباس فكه وفضل ماسك بنسه كده وقعد يقول لي اللي جاب لك الترباس ده حمار، انت حماره وغبيه وهتفضلي طول عمرك غبيه، انت ما بتفهميش حاجه. ومسكه فضل يعمله بالبنسه كده لحد ما بوظه خالص. بعديها بقى حسيت ان انا اتحبست، حسيت ان انا بقيت عامله زي الفار، بقيت عامله زي الفار اللي في المصيده، مش عارفه امشي ازاي. دخل خد مني التليفون. بعديها فضلت قاعده في اوضه الليفينج عماله اقول هعمل ايه دلوقتي، امشي ازاي من البيت ده. فكرت وقتها قلت ان يعني شنطتي اللي راجعه بيها بس، مش عايزه اي حاجه تانية. وكان في مرتب كده شغل برايفت كنت قبضاه، حطيته في الشنطه وقلت هنزل
وبعدين هبقى ارجع اخد العيال تاني. انا كده كده يعني مش هيستحملوا العيال وهرجع اخدهم. اول ما جيت انزل من الباب تحت باب الشقه، كان لسه وقتها ما تربست باللي هو تكات بالمفتاح يعني. جاي ينزل من باب الشقه، راح مسكني شدني وقعني في الارض، طلع فوقيا فضل يخنقني. قعدت اقول له يا محمد هتموتني هتموتني، حرام عليك حرام عليك حرام عليك هتموتني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ سيبني امشي، مش عايزه حاجه غير ان انا امشي خلاص. انا سبت لك كل حاجه، انت خدت العيال وخدت الشقه، انا مش عايزه اي حاجه خالص. قعد يقول لي انا هنتقم منك، بقى انت ترفعي عليا خله، بقى انت تفضحيني. قلت له كل ده عشان انا عايزه اتطلق، خلاص طلقني طيب وسيبني. فتحت الباب وجايه اطلع، لما بقى وقعني في الارض بقى وقطع لي شنطتي وفضل يضربني بقى. راح قايم بقى ساعتها ابوه نزل واخوه نزلوا ضربوني هما كمان، وراحوا قافلين باب الشقه ومشوا. قعدت اصوت، يقول لي صوتي كده كده محدش هيلحقك، خلاص محدش هيخش ينقذك، الناس اللي في الشارع احنا خلاص خوفناهم، محدش هينقذك من تحت ايدي، محدش هيجيبك من تحت ايدي. هتعيط واقول يا رب يا رب انت شايفني يا رب. قلت خايفة اعيط قدامه، لانه هو لما بعيط قدامه بيستقوى عليا بزيادة، بيستقوى عليا بزيادة. كنت بخش اوضة النوم واقعد في الارض قدام الدولاب واقعد اعيط، واكتب صوت عياطي بايدهم عشان ما يسمعنيش، بمسح دموعي بسرعة. وابوي اتصل بيه لما يلاقيني بصوت بصوت عالي، يقول له وطي صوت الضرب شوية، سيبها شوية عشان صوتها طالع لنا، سيبها شوية وكمان شوية كمل تاني. ها وصلت معاها لايه؟ مضيتها ولا لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ربنا يوريهم في بيتهم اللي عملوا فيا انهم لله. قاعد عايز يمضيني على ورق فاضي، يقول لي هجيب لك راجل يقلعك هدومك وطلعك بمحضر شرف، محضر زنا، كده كده انت مش رايحه شغلك تاني وانا هحبسك في البيت، حتى شغلك هتتفصلي منه، انا هوريكي مش هيبقى لك ظهر تاني ولا ليكي سند. انت الظاهر ان انت نسيتي نفسك وقويتي واستقويتي، بقيتي تاخدي العيال معاكي الشغل، مبقاش بيهمك اي حد خالص، انا هكسرك تاني. جت لي بقى فكره ان انا اهرب من الشباك، لان انا اتحايلت عليه كتير ان انا امشي. قلت له طب يعني سيبني امشي، انا مش عايزه منك اي حاجه خالص. قال لي يا تقتليني يا اقتلك، روحي بنت هاتي السكينه من المطبخ، تقتليني يا اقتلك. فكرت بقى في فكره ان انا اربط ملايات في بعضيها واربطها في الفريم بتاع السرير، واحاول بقى ان انا انزل عن طريق الشباك. ربطتها فعلا واستنيت الشروق اول ما طلع على طول بعد الفجر. انا طبعا ما كانش معايا ساعه ولا عارفه الساعات كام، حاولت ان انا انزل، وقتها ايدي فلتت وقعت في الشارع وقعت في الشارع صحتي اتدمرت. كنت بنزل، قعدت اقول ايه ده، دي كده النهايه وانا كده خلاص هموت. قعدت استشهد ولا اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. ودعتش ولادي، ما لحقتش اودع عيالي كانوا متعلقين بيا قوي. 3 الكبير كان يقعد يقول لي انا بحبك يا مامي، الوسطاني كل شويه يجي يقول لي بحبك يا مامي ويحضنوني ويبوسوني. ولما كان بيضربني كان يجي يقول لي ما تزعليش يا مامي، ما تزعليش، انا هجيب لك هديه يا مامي، انا هجيب لك هديه يا مامي، ما تعيطيش، هجيب لك بنت هديه يا مامي. عيالي وحشوني قوي، كسرني وكسر نفسي، ربنا يكسره وحسبي الله ونعم الوكيل فيه واهله. عايزه اقول ان هو اصلا مالتي مليونير، مش هقول لك ان هو يعني فقير يعني ولا بتاع، لا غني جدا جدا، واهله اغنياء قوي، وشيرنج في مستشفيات كبيره في اسكندريه. ما جابليش حتى كيس دم. انا الناس الغريبه اللي ما تعرفنيش جابوا لي دم، ناس ما يعرفونيش خالص جابوا لي دم.
عشرة كام سنة جواز وعشرة في 3 عيال مش عليه عارفة يتبرع عليه بكيس دم ولا دفع أي حاجة خالص في علاجي. زمايلي البنات هم اللي شالوا لحمه، شالوني، كانوا بيغطوني، كانوا بيجيبوا لي الدكاترة. وجاي دلوقتي وانا اصلا راقده في السرير ما بتحركش، يعني لما بقعد اصلا بجيب حد يسندني. دلوقتي بقى وانا راقده ومتكسره كده عايز يجيب لي الولاد بقى. طب انا اصلا ما باكلش نفسي عشان اقدر ان انا اكله، بستنى حتى اصبر عليا لما اقوم بالسلامه واقدر ان انا اخد الولاد، وعامل لي محضر في القسم ان انا رافضه اخد العيال. دي قصتي مع ابو ولادي.